الصباح ديال 26 ديسمبر 2021 البوليس غادي يلقاو حيط مكتوب فيه سمحي لي امي ولكن انا راني غادي نزيد نقتل، وهذا الشيء غير في المغرب. والمشكل حدا داك الحيط غادي يلقاو جوج ديال الرواح طايحين ومصفيينها ليهم بواحد الطريقه بحال داكشي ديال الافلام ديال الجرائم. ووسط هذا الفيديو غادي تعرفوا كيفاش وقع ليهم. اما بالنسبه للسبب اللي غادي يخلي هذا الشخص يرتكب هذه الجريمه هي اللي غريبه شويه بطريقه ما يمكنش تتخيلها. وبالمناسبه كنعاود نكرر، الا كان قلبك ضعيف وإلا كان عندك قل من 18 عام بلا ما تفرج فيها. القضيه ديال هاد النهار غادي تمشي بينا لمدينه مكناس، وبالضبط في واحد المنطقه تيقولوا ليها بودرباله. هاد المنطقه فلاحيه والاغلبيه ديال ناسها فلاحه وناس بسطاء والله يعمر ليهم الدار. وبنفس التاريخ اللي قلنا غادي يمشي واحد المقاول للمركز ديال البناء اللي كان مكلف بالبناء ديالو. مشى كيف العاده يشوف المعلمين ديال القبص فين وصلوا في خدمتهم وياك ما خصهم شي حاجه، ولكن فاش وصل للمركز ما لقاهمش وقال مع راسو ويلي هادو فين غادي يكونوا مشاو، وهما زعما راهم عارفيني كنجي في هذا الوقت وعارفيننا واقفين على هاد الخدمه ما يمكنش يخرجوا بكري. ولكن غير دخل شويه لذاك المركز وهو يشوف واحد المنظر اللي مرعب بزاف. عدوك وما تبغيش ليه داك الحاله. لقى جوج المعلميه ديال القبص مقتولين بواحد الطريقه اللي بشعه. الاول مذبوح من الوارد حتى الوارد ومضروب في راسو وحاطين ليه قلبه فوق صدرو، والثاني حتى هو مذبوح ومضروب في راسو ومحيدين ليه عينيه. السيد هزوه رجليه غير بزز، جبد تليفونو ويديه كيترعدو من المنظر اللي شاف. عيط للبوليس وعاود ليهم على داكشي اللي شاف. البوليس حضروا في البلاصه وواخا هما مولفين جارئين في حال هادي، ولكن هاد القضيه هادي بالذات جاتهم غريبه بزاف، وخصوصا القاتل كتب ليهم رساله على الحيط فيها سمحي لي امي ولكن راني غادي نزيد نقتل، بدم من واحد ديال داك الجوج اللي صفاها ليهم. البوليس هنا عرفوا الا ما شدوش في الوقت غادي يزيد يصفيها لناس اخرين. وفي البلاصه صيفطوا الضحايا للمستشفى ديال محمد الخامس في مكناس على قبل التحقيق ويعرفوا الهويه ديال داك الزوج، وقدروا يعرفوا شكون هما هاد الضحايا. لقاو هذاك اللي مذبوح ومجبد له قلبه سميتو محمد وولد مكناس وفي عمره 37 عام، وغادي تعرفوا علاش جبد ليه قلبه هذا اللي دار ليه هاد الفعله. والضحيه الثانيه كان انوار وكان في العمر ديالو مازال صغير شويه، كان يلاه في عمره شي 17 عام. واول واحد استجوبوا البوليس هو المقاول اللي بلغ على الجريمه، قال لهم باللي كانت في داك الخدمه ثلاثه ديال الناس، ثلاثه ديال القباصه وماشي غير جوج. كان معاهم واحد القباص سميتو سعيد وهو اللي خدام عنده داك الخدمه. البوليس علموا العائله ديال الضحايا، وفاش عرفوا الخبر تصدموا ومرضوا بزاف حيت ولادهم كانوا باغيين غير طريف ديال الخبز وراحت البال حتى صدقوا مقتولين. البوليس تحركوا فلاو المنطقه واستجوبوا الناس كاملين الغدي والشاي. والخبر ديال ديك الجريمه دار في داك الوقت ماشي غير بوم، المغرب كامل عرفوا وماشي غير مكناس. الناس ديال ديك المنطقه مساكن ولاو عايشين الرعب، خصوصا ملي عرفوا ان المجرم راه كاين بيناتهم وسط منهم، وسماو عليه السفاح بودرباله. السفاح بودرباله. المهم العائله ديال الضحيه داك انوار اللي كان مازال صغير قالوا للبوليس باللي السيد اللي عرض عليه المركز باش يخدم فيه كان سميتو سعيد وساكن في البلاصه الفلانيه. البوليس طاروا لدار سعيد وفلاوها مزيان، ولكن ما لقاوش لا سعيد ولا حتى شي دليل على هاد سعيد. وهاد سعيد هو الشخص الثالث اللي كان مع داك الزوج اللي لقاوهم مصفيين عليهم. دازت 6 ايام على داك الفعله والمجرم مازال ما لقاوش. ونهار الجمعه 31 ديسمبر 2021 الليله ديال راس العام، شي ناس بان ليهم سعيد خارج من دارهم وهو كيتسلت وكيحاول يخبع واحد جنويه كبيره تحت حوايجو. شافوه شويه وهما يبان ليهم داخل مسلت لدار نسيبو، والناس دغيا علموا البوليس. وفاش دخل لدار نسيبو سعيد جبد الجنوي وشد نسيبو عطاه بها، ونسيبو تصاب كنطيط شويه ولكن قدر يهرب منه واخا كانت الضربه كبيره. سعيد شاف حتى عيا ولكن شاف نسيبو قاوم وقادر انه يتقاتل معاه باش ما يجيبش فيه الضربه وهو يهرب لدارو. وقال مع راسو خليه مره اخرى ونغفلو ونصفيها ليه. البوليس حضروا في البلاصه وصيفطوا نسيب سعيد للطبيب وقصدوا دار سعيد عاوتاني، ولكن هاد المره لقاوه وغير شافوهم وهو يهز واحد جنويه كبيره وبقى كيهدد فيهم. البوليس بقاو كيتفاوضوا معاه وطلبوا منه يستسلم وقالوا ليه ما غادي يأذيك حتى شي واحد غير سلم راسك، ولكن هو حلف لا يستسلم. وواحد اللحظه هو يهرب لهم للسطح والسطوحه كانوا مقاربين وبقى كينقز لهم من سطح لسطح وهما تابعينه كيجريو.
داروا كثر من جهدهم البوليس غير باش يشدوه وما يفلتش ليهم، ولكن بعد عليهم بزاف لانه كان حافظ داك البلاصه، وواحد اللحظه ما بقاش كيبان ليهم. واحد السيد كان كيسكن حدا هاد سعيد، غادي يهز واحد الحجره وغادي يشير بها على سعيد حتى جابها ليه في ظهره، وهنايا سعيد غادي يفقد التوازن ديالو وجا مجبد في الارض، وهما يطيروا عليه البوليس، داروا ليه المينوط وكتفوه في البلاصه. البوليس داو سعيد الكوميساريه وبداو معاه التحقيق في البلاصه، واثناء الاستجواب ما نكر حتى شي حاجه، قال لهم كل شيء، والسؤال اللي كيسولوه كيجاوبهم دغيا. وهنايا فاش غادي تكون الصدمه، فاش غادي يقول لهم علاش دار لداك الدراري داك الفعله هذيك. ملي سولوه قالوا ليه اش داروا لك داك الناس حتى صفيتيها لهم ودرتي فيهم داك الحاله. وهنايا فاش غادي يقول لهم باللي كان كيبغي واحد بنت جارهم، مشى خطبها من والديها، تزوج بها وداروا العرس. والنهار الثاني من بعد عرسهم ساء فيها الظن بلا ما يعرف، قال لهم خرجت للشارع وبديت كنغوت حدا الناس، وكنقول لهم باللي السيده ماشي بنت دارهم، السيده ما كانش بنت. وهنايا فاش غادي ينوض الاب ديال الدريه نسيبو باش يرد ليها الاعتبار حدا الناس اللي تهانت قدامهم كاملين، وباش ما يهضر فيها حتى شي واحد، حيت كيف كتعرفوا المجتمع ما كيرحمش. جاب ليهم الدليل من الطبيب والوثيقه اللي كتثبت باللي ما كاينه حتى شي حاجه من داك الهضره اللي قال عليها راجلها. وهنايا فاش غادي يرفع عليه نسيبو دعوه ديال الطلاق بالضرار. ومن بعد فتره حكمت المحكمه على سعيد بنفقه للطليقه ديالو كتسوى 11,000 درهم. ملي تحكمات القضيه قال سعيد لنسابو بلي انا ما عندي منين نجيب لكم هذا المبلغ هذا، وواخا تكون والله لا ديتو منها السنتيم. ناض نسيبو رفع عليه دعوه اخرى ولاو طالعين نازلين في المحاكم. هادشي خلى سعيد حاقد، والناس والجيران اللي كانوا كيهضروا على مراتو ولاو كيهضروا عليه هو نيت وكيتنمروا عليه وكيقولوا عليه شي حوايج اللي حساسين فحال افينا الرويجل، وكيبداو يضحكوا عليه. وهادشي اللي زاد خلى سعيد حاقد ديال بصح وبزاف. كان سعيد فاش كيشد شي خدمه كثيره كان كيدي معاه الضحيه انوار باش كيعاونو، وكان هذا انوار من العائله ديال الطليقه ديالو. وقبل ما توقع داك الواقعه سعيد قال واحد النهار لداك انوار راه جاتني واحد الخدمه في المركز، واش تمشي تخدم معايا وتعاونني؟ قال لي مرحبا، ولكن واش ممكن يخدم معنا واحد السيد حيت اصلا هاد الخدمه راه كثير علينا. قال سعيد الانوار صافي قول لي يجي معاك. وفعلا مشاو خدموا ودوزوا في داك الخدمه 4 ايام. نهار الخامس والسادس كان الشتا بزاف، داك الشيء علاش ما خدموش. داك اليومين ديال الشتا ولاو كيباتوا في المركز نيت. واحد النهار من داك النهارات اللي ذكرنا انوار مجمع مع داك الدري اللي جابو معاه اللي كان سميتو محمد، وكيضحكوا على سعيد وكيقولوا عليه شي حوايج اللي هما حساسين كيف قلنا على نهار عرسو، وما فراسهمش باللي هاد الهضره هي اللي غادي تكون السبب في موتهم. ولكن سعيد دار بحال اللي ما سمع والو، وجا عند انوار. محمد داك الساعه مشى ينعس وجمعوا شويه، وهو يقول لي انوار باللي محمد اللي معانا راه ناوي يخطب طليقتك. سعيد غير سمع هاد الهضره هو يتسيف، وبقى ليه غير شويه ويتفرقع عليهم كاملين، خلاهم حتى ناسو. وهو يجيب مطرقه وجنويه، طلع عند محمد هو الاول ولقاه ناعس، هو ينزل عليه بداك المطرقه على راسو بالجهد، ما خلاش ليه الفرصه حتى يغوت ولا يهرب، بقى كيضرب فيه حتى هرس ليه راسو. ومن بعد ذبحو وجبد ليه قلبه وحطوا ليه فوق صدرو. داك الشيء صعيب ما يمكنش. وهبط عند انوار اللي حتى هو كان شبعان نعاس وما جايب للدنيا خبر الله يرحمه، وهو يعطيه بالمطرقه حتى هو راسو وذبحو وحيد ليه عينيه وبدمايات وكتب في الحيط سمحي لي امي ولكن راني مازال غنزيد نقتل. هادشي كامل وقع نهار السبت 25 ديسمبر 2021. وقال سعيد البوليس من بعد الجريمه مباشره هربت للناظور وغير وصلت لتما وانا نتفكر باللي نسيبي هو سبب هذا المشكل كامل، وانا نحلف حتى ننتقم منه. ورجعت للمكناس وهزيت الجنويه ديالي وقصدته، وخا ضربته قدر يهرب مني والباقي راكم عارفينه. وهنايا من بعد الاعتراف ديالو ومن بعد انتهاء التحقيق تحكم على سعيد بالاعدام مع وقف التنفيذ. واحد الملاحظه الخوت، هاد المعلومات كامله اللي ذكرنا في هاد الفيديو مجموعين غير من صحف ومن منابر اعلاميه، وانا فقط جمعت المعلومات وحاولت نلخصهم. تقدر تكون حقيقيه ويقدر يكون العكس، المهم نتمنى نكون موفق. والحاجه الاخرى هي الفيديو فقط للعبره. اول حاجه هو الانسان ما يحكمش على واحد الشخص، والحاجه الثانيه هي الانسان ما يتنمرش على شي شخص. وهنايا الخوت كتسالي القضيه ديال هاد النهار. نتمنى تكون عجباتكم واخا ما فيها ما يتعجب.